يعني اليوم اشتغلت جبت مصاري، اكلنا احنا والاولاد، ما اشتغلت فيش مصاري. الوضع تعبان ما زي الاول، يا دوب عم نجمع لقمه العيش يعني، وما في حدا بيطلع، لا مؤسسات ولا حدا ولا انسان بيطلع فينا، ولا حدا بيسال. والله هسه الظروف كلها صعبة، يعني صار غلا كتير. يعني بالاول كان الواحد يجيب كميات لبيته يمون على شهر، هسه والله الواحد ما عم بيقدر، عم بيجيب اول باول. يعني فوق ما كان يجيب فواكه 4 اشكال، هسه عم بيجيب واحد. اشغال ما في، والله العظيم ايام نضلنا واقفين هون ساعه او ساعتين ليجي له راكبين على 50 على 100,000. يعني ما عاد في شغل مثل القديم ايام 1005. طلعت الدولار دمرت العالم. عندنا عيله، عندنا اولاد، عندنا اجار بيت، عندنا حتى التوك توك اللي راكبين بقلبه عندنا اجار. الديون مليان، ليكي اي شاب مثلي وبحالتي وهيك مليان على الديون. والله هو الوضع صعب كثير كثير، يعني بهاي السنه كثير وضع صعب. العالم بتقولي انها ما عم تاكل، يعني ما معها مصاري تاكل. بيع صعب وشغل ما في. الواحد صار ياكل من اللحم الهي، يعني كنا نطلع نصرف، هسه عم نصرف من اللي معنا. انا واحد من الناس مقلص وجباتي الطعام، مقلص اللبس. عندي 4 اولاد بالدرس، خففت منهم 2 خليت 2. بدل كلسات، بدل جوز كلسات عم نجيب جوز كلسات. عندي مصلحه والحمد لله، وعندي املاك والحمد لله، وبس مضروب الامور معي. شو نقول عن هذا اللي بيشتغل عامل؟ مش العامل، شو بنقول عن هذا اللي بيشتغل اليوم بيعطل 10. هسه مثلا احنا بموسم الشتويه، الدهان والمورق قبض $20 يوميته، تكفيه العيش 10 ايام اللي قاعد فيهن. شو احنا قاعدين على كنز